بعطائك ترسم أحلاما وتزيح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول الشاعر: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. في هذا المقام نستذكر أهل سلطنة عمان الإباء بوقفتهم ونصرتهم المشرفة لإخوانهم المكلومين المحاصرين في قطاع غزة. واليوم تقوم تكية النعيم الخيرية بإعداد وجبات طعام أرز أوزي توزع على الأسر النازحة والفقيرة في قطاع غزة، وذلك صدق عن المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى السلطان قابوس بن سعيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون صدقة مقبولة، كما ونحثهم بمزيد من الدعم والإسناد لإخوانهم في قطاع غزة المحاصرين الذين يعانون أشد التجويع والحصار بسبب العدوان الصهيوني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجركم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. بعطائك ترسم أحلاما وتزيح. الدنيا شمسا لتعم. نشكر جمعية النعيم ورحم الله السلطان قابوس بن سعيد على هذه التكية وشعورهم بمعاناة الشعب الفلسطيني في ظل انعدام المواد الغذائية من الأسواق. ألف شكر على اللي بتقدموه لنا، وإحنا يا عمي مشكورين لكم، وألف شكر. نفوسا ويتامى أسعدت نفوسا ويتامى وتزيح ظلاما وغماما وتطل على الدنيا شمسا لتعم أمانا وسلاما. جاهدت قعودا وقياما عفيت. رحم الله السلطان قابوس. ستظل أماما وإماما قبسا وهاجا.